السلام عليكم صبايا، شلونكن؟ ايش اخباركن؟ طمنوني عنكن، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. وانتوا عم تشوفوا فيديو لليوم. اول شي خلونا نصلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تاني شي اللي دخلت جديدة على القناة تشترك وتفعل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد انا بنزله. واهم شي ما تنسوا تحطوا لي لايك وتعليق حلو، وكمان تضغطوا على كلمة التشجيع. وهلّا خلّونا نبلّش. هلّا متل ما الكم شايفين هاد الفيديو، هلّا خلّيكم لآخر الفيديو واحضروا معي كل شي خطوة بخطوة. هاد الفيديو هيك شوي مُتعب وبنفس الوقت حلو كمان. يمكن تشوفوا شوي هيك صوتي إنه هيك شلون بدي أقول لكم فيه برود أو شي، بس بنفس الوقت أنا كنت هون هلّأ عم باسجّل لكم الفيديو، بس والله تعبانة يعني ونعسانة حتى. ليش؟ لإنه أنا بهذا اليوم لمّا اشتغلت الكِبّة اشتغلتها قبل بيوم، لإنه ما خرج بنفس اليوم أنا أشتغله وأقليها وأعمل طبخة تانية يعني صعب. هلّأ هذا الفيديو مصوّر على يومين، طبعًا تحضيراته بيوم العزيمة، عرفتوا شلون؟ هلّأ هاي العزيمة راح أقول لكم العرسان، عزيمة العرسان يعني. وشغلة تانية هي بتكون مشان قبل ما يعني بدون ما تسألوني أنا راح أجاوبكن. العزيمة هي لأخو جوزي، اتجوّز وحبّينا هيك نعمل لهم عزيمة، طبعًا هيك العادات بالنسبة لإلنا. والله وهون لمّن إنه عزمناهم يعني، بقى فكّرنا بأكلة وبتعرفوا أنتم واحد إنه إيش بدنا نساوي وإيش بدنا نعمل ونخطط وهيك يعني. المهم طلع معنا بعدين إنه نساوي كِبّة مقلية، وبدي أساوي جنبها لبنية. وهلّأ بتشوفوا كمان بدي أساوي لأول مرّة، لأ مو لأول مرّة، هلّأ هي تاني مرّة باساويها، بس بطريقة إنه مختلفة عن أول مرّة ساويتها. بدي أساوي المنزّلة بالباذنجان منزّلة. فالمهم هون قبل بيوم أنا قمت وبدي أدير البرغل منشان إنه أحضّر يعني للكبّة، لإنه بنفس اليوم كل هادول الشغلات ما خرج، عرفتوا شلون؟ بما إنه أنا لحالي يعني. وهون متل ما الكم شايفين درت البرغل. هلّأ إذا بتشوفوا ملاحظين الماكينة هيك كانت إنه مستعملة يعني. إنه شلون يعني مستعملة؟ إنه أنا شاغلة فيها. هلأ بهذا اليوم أنا عملت كِبّة نيّة، بما إنه بدي أساوي كنت كِبّة مقلية. هون على العشا يعني عملت كِبّة مقلية شوي، اتعشينا عفوًا كِبّة نيّة، اتعشينا وكل شي. بعدين بعد ما خلّصت قمت درت البرغل مشان أساوي الكِبّة المقلية. ومتل ما شفتوا أنا حطيت اللحمة على النار وكل شي، وبركت مشان إنه أشتغل بالكبّة. هلأ اللحمة أنا لمّا قليتها مع البصلة أنا هيك باحب، أنا هيك طريقتي فيها. ليش؟ باحب إنه لمّا أحشي الكبّة أو السمبوسك حيالّا أكلة إنه بدها هيك حشوة بلحمة وبصل، باحب إنه أضيف البصل مع اللحمة سوا مشان ما يطلع شقف بصل. يعني هلأ أنتم بتشوفوا اللحمة شلون شكلها، ما بتلاقوا فيها ولا بصل، وقد ما كتّرتوا بصل حتى ما ببين. هلأ أنا بالنسبة لإلي ما باحب إنه أكتّر كتير بصل، إنه وسط لا كتير كتير ولا قليل قليل. ومتل ما لكم شايفين هيك إذا ملاحظين على اللحمة ما مبين فيها البصل أبدًا، وما باحب أخشنه يعني. لأ باحبه إنه من ناعم للوسط، إنه خشن لأ. بس هون هلأ وأنا عم باشتغل، هلأ هون بارجع باقول لكم لا تدققوا على شغلي، لإنه هدول لحد الآن باتعذب فيهم لحتى أساويهم. وجوزي إلا بده من هدول، ما بقى بده دراويش كبّة، عرفتوهم دراويش هيك اللهم صل على النبي القالب يلّي بييجي إنه مع الماكينة. بنقول له هاد قالب دراويش. هلأ هاد جوزي ما بقى بيعجبه، صار بده إنه أشتغلن على إيدي هيك عم لاقيهم أطيب. لك يا ابن الحلال هلأ عندي عزيمة وبدنا نشغل كتير، لأ هدول أطيب، أنا بدي آكل هيك بيقول لي. والله سويتن هيك. هون قُلت لإيش شو بدي أساوي وحدة كبيرة يعني، مشان إنه بلكي باخلّص بسرعة منظرن أحلى يعني إنه هيك كبار يعني. قام طلّعت هيك قُلت شغلة طويلة والله بدّن شغل كتير، لأ خلّيهن هيك على قد إيدي وهيك باتهنّى بشغلن أكتر. هلّأ هون أنا مسرّعت لكم ومختصرة، بس والله اتعذّبت فيها كتير كتير. والله قُلت لكم إنه لحالي يعني ما خرج، وبنتي ما خرج حتى يعني، أنا يعني بالزور. والله هون قامت قُلت لها لبنتي بقى قومي ساوي قهوة، لإنه أنا باحب هيك بركات وقعدات يعني يعني إنه يكون مثلًا في شغل، باحب يكون جنبي فنجان القهوة. المهم والله متل ما شفتوا هيك اشتغلت تنتين 3 وورجيتكم هيك على الكاميرا. بعدين قُلت لأ خلص رح أطفّي وهيك أسرع، يعني الشغلة بدها سرعة ما بتضل لآخر الليل. والله.
وهون هيك متل ما لكم شايفين بعد ما اشتغلت هدول التنتين الكبار، قُلت لأ خلص، بس عن جد منظرهم طلع كتير حلو. منظرهم متل ما قُلت لكم إنه كتير حلو، بس بدّن هيك يعني شو بدي أقول لكم، إنه شغل فيها أكتر، عرفتوا شلون؟ وحتى لمّا إنه بدي آجي أفتح الكبّة يعني إنه هيك أرقّقها متل ما بيقولوا ما بعرف شلون، إنه أرقّق بإصبعتي لمّا أنا عم بارقّق الكبّة، أحس بالزور لأ، لقيت إنه الصغار أسهل على إيدي أكتر. والله، وكمان هون ساويت أقراص كبّة، بس أنا ما باكبّرن كتير، إنه هيك يعني بهاد الحجم. بس هون عن جد بهاد اليوم كتير، كتير تعبت كتير مو شوي، وما باعرف لأيمت ضليت، بعدين قُلت بما إنه سهرت وتعبت، وتعبت، لأ خلّيني أطبخ اللبنية، لإنه أنا تاني يوم الغاز ما راح يفضى عندي، ما في وقت إنه أنا أطبخها، عرفتوا شلون؟ بقى هلّأ بتشوفوا شقد إنه طلع ما يعني طلع شغل، ولأ وفوق يعني هذا الشي إنه شلون بدي أقول لكم، اللهم صل على النبي، بتقولوا لي الحق معِك يعني، هلّأ بتشوفوا بتقولوا لي الحق معِك إنه اشتغلتِ كل هاد الشغل بالليل. هلّأ أنا بس سويت الكبّة بالليل، وبعد ما خلّصتها يعني إذا لاحظتوا حطيت لها أكياس هيك على وجهها وحطيتها بالبراد. ولأحكي لكم قصة صارت معي بالكبّة، ديروا بالكم تغلطوا غلطتي. هلأ شوفوا هلأ بس بدي أحكيكم على اللبن، أنا كمان طبخت اللبنية بالليل متل ما قُلت لكم، هون حطيت لبن شي كيلين، وحطيت له بيضتين، وحطيت معلقتين نشا، وخفقته منيح متل ما شفتوا مع رشة ملح طبعًا، وعفته هيك ليغلي، وحطيت له سطل مي، هو سطل اللبن نفسه حطيت له مي، يعني قد بقد. وهون بعد ما خلّصت وتركته يغلي مشان أحط الرز، لإنه بس غلي اللبن أنا عندي، بعدين باضيف الرز، باحط كاستين رز وباغسلن بس غسيل وباطبّن، ما بانقع الرز. وبهالأثناء هي لبين إنه ما يستوي اللبن، يعني إنه يغلي عفوًا، اللهم صل على النبي، باقلّي اللحمة مع التوم، هلّأ بتشوفوا شلون الطريقة. فالمهم هون متل ما انكم شايفين غسلت الرز، طبعًا على كذا مرّة، أنا هون مختصرة غسلته كتير لحتى صارت ميته بيضا. بيكون هون غلي اللبن باطُب الرز، هون جيت أنا باطلّع على اللبن لقيت اللبن بلّش يفرط، اللبن صار مرتين باجيبه، إذا بتتذكّروا يوم الشِشْبَرك هيك صار معي، وهلأ صار معي، مع إنه كل مرّة شقد صار لي عم باجيبه، هون نحن عنا اللبن ما له منيح أبدًا، أبدًا، ما عم بييجي إنه كويس يعني. المهم ولاحظتوا يعني حطّيت أنا بيض وحطّيت نشا، ورغم هيك يعني إنه فرط، ورجعت أنا هلأ هون أنا أول مرّة عملته بالمكسر ما فرجيتكم، بس تاني مرّة لمّا رجع فرط منيح ما كنت حاطة الرز، فورًا لحّقته بالمكسر، الحمد لله صار يعني. بس يعني والله اللبن كتير عم نتعذّب فيه لمّا عم نشتريه، طبعًا مو الكل، منّه ومنّه. مع إنه أنا هذا اللبن مجرّبته قبل هالمرّة كويس، بس ليش هالمرّة هيك صار ما عرفت، يعني ما باعرف ليش. المهم هون متل ما شفتوا قلّيت اللحمة، وبعد ما اتقلّت شوي حطيت لها التوم، وحطيت لها رشة ملح وبهار، وقلّيتها منيح، منيح متل ما انكم شايفين لحتى التوم أخد لون، وبعدين ضفتها فوق اللهم صل على النبي اللبنية. طبعًا هون اللبنية حطيت لها أنا التوم اللهم صل على النبي، النعناع واللحمة وهيك مشان تاخد كمان الطعمة وتتعقّد متل ما بيقولوا، نحن بنقول إنه تعقّد هيك مع بعضها، وتغلي كلّياتها مع بعضها. وهيك متل ما تكونوا شايفين بهالطريقة، بعدين حطيت النعناع وخلطتها منيح وتركتها تغلي تنطبخ، وبعد ما إنه تستوي وكل شي أنا باطفّي تحتها وباعيفها على جنب. تاني يوم بالاقيها جاهزة، بس إنه باسخنها، بس هي بتسمك شوي، باضيف لها مثلًا كاسة صغيرة أو فنجان مي، وخلص باغليها بتطلع إنه ما فيها شي يعني أبدًا. هون بتاني يوم جيت بدي أساوي المنزلة بهي الطريقة، هيك عم باشتغل أنا. بس بدي أحكيكم شغلة على الكبّة، هلأ الكبّة مرّة أنا كان عندي عزيمة، وكان الدنيا رمضان يعني، فأول يوم جوزي بيعزم إخواته، يعني إخواته وإجوا سلايفي يعني إن متجوزين يعني، قُمت عملت كبّة بالليل وكل شي وضبّطتها وعلى 24 متل ما بيقولوا وكل شي، صارت عبالكم لكم شكلها بشهي. ما هون أنا لازم أنا بعد ما أخلّص كنت لازم أحط الصواني بقلب البرّاد. وأنا هون لمّا اشتريت اللحمة، مع إنه قُلت له أنا لصاحب المحل يعني اللحّام، قُلت له: "أنا بدي إياها للكبّة." قال لي: "إيه." جيت أنا هون قلّيتها وكل شي، أقول والله فيها دهن يعني لازم ما يكون فيها دهن، المهم حاطط بقلبها دهن. أنا هون اشتغلت فيها يعني وين بدي أروح بحالي بدي أساوي الكبّة يعني وعندي بكرة عزيمة،
وكانت أول يوم رمضان، سويت هالكبّة وصارت هيك بتشهي منظرها كلّها هيك عملت أقراص وعملت دراويش وكل شي، فهون أنا حطيتها على المجلة، كان بالبرّاد ما عندي محل، أنا هلأ لو خاطر ببالي إنه أو باعرف إنه بدها تخرب أو يصير لها شي، كنت أنا فضّيت البرّاد كلّه وحطيت الكبّة، بس ما خطر ببالي يعني. إجيت تاني يوم باطبخ هون كنت باطبخ كبسة، وبدي عملت كبسة يعني وكبة مقلية، فهون جيت أساوي الكبة أنا أحط أول وجبة تفرط، أحط التانية وتفرط، التالتة وتفرط، بدنا يا ريقدّن يعني يعني تخيّلوا يعني لو واحد إنه لحاله بالبيت، يعني الطبخة إله بالبيت لحاله ما معزوم حدا نص مصيبة، بس المشكلة المصيبة الكبرى إنه هي كانت إنه في عزيمة، وعن جد هداك اليوم ما باعرف إيش صار لي، يعني أنتم الله لا يقدّر يعني إنه يصير معكم هيك، بس حطّوا حالكم محل إيش بتصير فيكم. إيه والله هذا اللي صار معي، لحد الآن كل ما باساوي كبّة باتذكّر هذا الموقف باقول التوبة، وعن جد باقول لصاحب محل الله لا يسامحه لأني أول شي باني إنه اللحمة كانت مدهنة كتير، وتاني شي كمان في غلط منّي أنا لازم كنت أحطّها بالبرّاد مشان الدهن إنه كان يجمد، بس أنا على كل الأحوال ما لي ذنب لإنه نحن إنه لو انحطّت برّا ما بيأثّر. فصارت يعني والحمد لله رب العالمين انقضت على خير، طلع كام قرص وكام درويش هداك اليوم أكلنا وكان في كبسة يعني الحمد لله رب العالمين، بس واحد إنه بيخجل مين ما كان يكون قدّام الضيوف، حتى لو إنه سلايف أو ولاد أحمى أو قرايب بيكون قد ما كان يعني موقف صعب، موقف صعب كتير صعب، والحمد لله رب العالمين، وهون متل ما شفتوا ورجيتكم اللبنية شلون كانت سميكة تاني يوم، وشِلتها حطيتها على جنب مشان إنه قليت الباذنجان، وكمان حطيت هلأ هون بدي أساوي المنزلة، هلأ شوفوا المنزلة أنا مرّة ساويتها هلأ باحكي لكم، هلأ هون ساويتها هي على طريقة مرت عمي حماتي يعني، قلت لها أنا مرّة ساويتها بس هالمرّة بدي يعني أنا نسيت قلت لها شلون، قولي لي عليها بالتفصيل كإنه أنا ولا مرّة ساويتها وما باعرف أساويها، فالمهم قالت لي إنه الطريقة هيك إنه قال لي شوية لحمة وكل شي، وكمان اللهم صل على النبي. وقالت لي إنه متل ما الكم شايفين هلأ بهي الطريقة أنا اشتغلت، قلّيت اللحمة مع بصل وفليفلة وحطيتها على جنب وقلّيت كمان بصلة وفليفلة مع اللحمة هيك شوية لحمة وبعد ما استوت حطيت لها ملح وبهار وضفت فوقها البندورة اللي فرمتها، لحتى هيك استوت شوي وبعدين شِلتها حطيتها بالصيني البايركس متل ما انكم شايفين، واللحمة التانية كمان نفس التبلة، حطيت البصلة والفليفلة معها وحطيت لها ملح وبهار لتقلِّت منيح، ومتل ما انكم شايفين بهالطريقة هيك، هلّأ هي قالت لي يعني في ناس مثلًا إنه بتبشر معها بندورة، هلّأ أنا ما بشرت معها بندورة قُلت هون بكفّي إنه في بندورة ما باعرف يعني هي عطتني الطريقة هيك وأنا اشتغلت، بس هي قالت لي إذا بتحبّي ضيفي، ما بتحبّي لا تضيفي، إنه بقلب حشوة الباذنجان يعني اللي هي اللي عم باحطّها هلّأ، إنه في ناس بتبشر بندورة، حبّة بندورة، بقى أنا عرفتها هيك، وبهالطريقة هيك صفّيت الباذنجان كلّياته عن جد منظرها كان بيشهي، بس انقهرت إجيت على الصورة طلعت على الصورة هيك على التصوير إنه بتحسّوها محروقة، بس أمّا هي ما هي محروقة، الله أكلناها ما أطيبها. إيه والله، وهون كمان الزينة حطيت لها هيك فليفلة بس أنا ما كتّرت فليفلة، حطيت وحدة إلها فليفلة ووحدة لأ، إذا ملاحظين، لإنه الفليفلة عندي كتير كانت حادة، بقى قُلت بجوز في ناس ما بتاكل حَد، لهيك إنه حطيت اللهم صل على النبي، حطيت وحدة فليفلة ووحدة بندورة، إنه هيك الزينة، بس عن جد طلعت طعمتها كتير طيبة، هلأ أنا من زمان مساوتها يعني تقريبًا من شي سنة، سنتين هيك شي جرّبتها طلعت طيبة بس جرّبتها شلون هي نفس الطريقة، بس أنا إيش عملت ما حطيت البندورة هيك، أنا جبت لها وقتها باتذكّر صوص بندورة هاد بييجي من البيم أو من الآيس بير، بتيجي بندورة جاهزة يعني مخزّنة، ضفتها هيك فوقها وبس يعني، يعني إنه مثلًا ما حطيت لها شي عرفتوا شلون؟ إنه بس قلّيت لها هيك من عدا وقت اللحمة، بس كمان طلعت طيبة يعني تقريبًا إنه طعمتها مشابهة لهي الطعمة. أي والله، وهون جيت عبّالي الكبّة، بقى صار الوقت إنه أقلي الكبّة مشان قرّبوا ضيوفنا ييجوا يعني، وهيك بقى أنتم قولوا لي شلون العادات عندكم، شلون لمّا يعني إنه شلون بدي أقول لكم، هلّأ نحن عندنا مثلًا إذا حدا اتجوّز بالعيلة بنعزمه، كل العيلة بتعزمه،
يعني اليوم مثلًا عند أخواته، عند أخواله، عند عمامه، هيك يعني الكل إنه بيعزمه، عرفتوا شلون؟ ونحن هيك نفس الشي كمان. أي والله، والله يهنيهم ويسعدهم إن شاء الله ويبعت لهم أيام حلوة. وهون كمان باورجيكم اللهم صل على النبي، الكبّة كانت رقيقة وكانت طعمتها ما أطيبها. بس تعرفوا أنا يعني بهذا اليوم ما بعرف هيك حطيته صرت آكل وأنا عم بقلي، لإني باعرف حالي بس بركت على السفرة ما راح آكل. أنا هاي عادتي كتير بشعة. إي والله، هون حطيت أنا عم بقلي الكبّة وحطيت الرز على النار. بتعرفوا مشان المنزلة بدها إنه جنبها إنه رز. وأنا باسايرز بشعيرية. هلأ في ناس يمكن بتساوي من دون شعيرية، بس نحن حصرًا بده يكون بشعيرية، ما بياكلوه إذا ما كان له شعيرية. والله عملت الرز وما كتّرت كتير يعني، بما إنه يعني في كبّة ولبنية وهيك يعني إنه ما كتّرت يعني. وكمان فوق هيدا الشي كلّياته أنا كان عندي بالبرّاد، إذا بتتذكّروا يوم عملت سمبوسك ششبرك، أنا حسّيت إنه السمبوسك زاد إنه كان كتير شوي. أنا إيش سويت، شِلت منّه شوي وحطيته بالفريزر من دون قلي من دون شي. بعدين خطر ببالي قُلت ليش ما باطالعه وباقليه وباحطّه هيك صنف إنه مع الأكلات يعني. وهيك والله متل ما الكم شايفين، شوفوا طالعته لسه متلّج. هو الأفضل إنه يكون متلّج وتقلوه الكان هو ولا الكان كبّة إذا مفرّزينه، يعني أكيد بتعرفوا. وطالعته هيك إنه كام وحدة متل ما الكم شايفين هيك، إنه شكل كان بالسفرة وعن جد طلع كتير طيب. عن جد ليش هيك أكلة القليلة بتطلع طيبة؟ ما بعرف ليش. والله بس كانت الأكلة هيك كانت قليلة بتحسّوها إنه هيك تطلع كتير طيبة. وهيك يعني حبّيت إنه أحطّه بالسفرة هيك شكل يعني وإنه طيب يعني كمان. والله. وراح أحكي لكم شغلة هلأ، في سؤال كتير، كتير، كتير انسألت عليه ومن كذا صبية كمان. بالنسبة لبنتي سألتوني كتير إنه ليش بنتِك ما عم تدرس أو بنتِك مبرّكتيها بالبيت، حرام درسيها ومن هاد الحكي يعني. هلأ يا صبايا نحن بالذات يعني هلأ كان جوزي كتير، كتير عنده ضد إنه كان الشاب ولا كان البنت إنه ما يدرسوا، بيحب كتير إنه الولد يدرس. درسوا ولادي، درسوا تقريبًا لصف التاسع، عفوًا لأ مو التاسع، لصف التامن. فهون صار يواجهوا مشاكل كتير وهيك. جوزي إنه خلص يعني إنه ما بده إنه راسه يوجعه مشان هالقصص هي. إلا يعني إنه ما ردنا نحن نبطّل البنت أو مثلًا الصبي من المدرسة أو شي. لا، لأ أبدًا ما في من هاد الشي. بس إنه يعني قُلت لكم هذا هو السبب. وبعدين هلأ أنا كنت إنه عم باشوف في بالمدارس يعني حوالي، ما لقيت مدرسة حوالي إنه تكون قريبة منّي إنه تدرس فيها. إنه المدرسة نحن بنقول لها إمام وخطيب، هن هون يعني بيقولوا لها بتركيا. فالمهم إنه كانت المدرسة كتير، كتير بعيدة. وحتى هلأ يعني فترة فكّرنا إنه نسجّلها بمدرسة إنه مثلًا تدرس حُر. فلمّا جينا نشوف قالوا لي إنه مسدّدين. وأنا نشوف إيش الله بيسّر. إلا إنه مثلًا نحن منريد إنه ندرّس ولادنا ونعلّمهم وإن شاء الله هيك يعني إنه منشوفهم بأعلى المراتب ولادنا وولادكم، بس هي الأسباب. عرفتوا شلون؟ يعني هلأ أنا باعرف يعني ما تواخذوني بهاي الكلمة إنه مصلحة بنتي والّا ابني، بس يعني هي الأسباب. والله هو متل ما انكم شايفين خلّصنا العشا وهون أخدت لكم هيك كام لقطة. بس لاحظوا على المنزّلة شلون صارت، على الكاميرا شلون بيّنت قول كإنه محروقة، بس على الواقع لأ. وهلأ راح يعني قرّبت لكم شفتوا يمكن شلون منظرها، بس عن جد كتير انزعجت من قصة التصوير. وهلأ أنا على فكرة ما باحط لا فلتر للكاميرا ولا باحط شي. وقالوا لي إنه أنتِ كنتِ حطّي فلتر بتزبط الصورة أكتر. قُلت لهم خلص راح أعيفها على طبيعتها يعني. هلأ نحن بنحب الأكلة تكون مأمّرة هيك بنقول لها يعني إنه مأمّرة نحمّرها شوي، بس مو لهالدرجة لأ أكيد. يعني أنا بهذا اليوم كان عيني على الفرن، لأ إنه اليوم إذا كان عندي عزيمة بادقق على الشغلة كتير. بس عن جد انزعجت إنه من الكاميرا إنه عندي صاير إنه عم تعطي غير لون. عرفتوا شلون؟ والله هي كلّها طلعت والله منظرها يعني على الواقع كتير، كتير حلو. لأ أنا بعد ما صوّرت وخلّصت أطلّع هيك بالصينية وأطلّع بالصورة، يا الله ليش هيك عم تعطي الصورة؟ بعدين ندمت قُلت يا الله لو آخدة تليفون جوزي أو تليفون حدا مصوّرة وآخدة الفيديو. عن جد ندمت على هالشغلة.
لإنه بيّنت كإنه إنه محروقة أو شي يعني، اللي هي والله طلعت منظرها بشهي. والله وهون كمان كنت عاملة هي الأكلة التركية التريليتشي، لهلأ ما باعرف ألفظها مثل العادة. جيت هون قُلت مع القهوة إنه باحط أكلة الحلو يعني، فهلأ هون متل ما انكم شايفين طبعًا بعد ما اتعشينا شربوا الچاي وكل شي، وقُلت باقوم حطيت فواكه، وبعدين هون بقى صار بدها فنجان قهوة. يعني عن جد شايفين هاد اللي اشتغلته كله هدا يعني كنت مالي شربانة قهوة أبدًا بالنهار. قُلت خلص يعني هلّأ هون بدي أشرب قهوة وخلص يعني، والله وكيكُن شربت فنجان قهوة أحس لسه بدي قهوة. يعني حسيت حالي إنه أنا لسه ما صحصحت، إنه لسه بدي قهوة، بس رغم هيك رجعت عملت قهوة ورجعت شربت. والله هيك متل ما انكم شايفين. إن شاء الله يكون هيك حبيتوا الفيديو وما مليتوا، وحسيت حالي جريت كتير اليوم. بقى لهيك بدي ترفعوا لي الفيديو وتوصلوه لأكبر عدد، وما تنسوا كمان تحطوا لي لايك أهم شي وتعليق حلو، وهلّأ بقى لكم سلام.